السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة مكرونة وبانيه، بس بانيه مش اي بانيه. شوفوا معايا الوصفة. جبنا هنا قطع البانيه اللي احنا هنعملها، وهنا بشرت بصلة صغيرة وطماطم صغيرة، وباخد المية بتاعتهم زي ما انتم شايفين. ومش هنرمي الطفل ابدا، هنستعمله. هنا بالظبط بناخد مية البصل ومية الطماطم، وانها بتعمل تيست للبانيه، وكلنا عارفين ده، مش انا اللي بقول لكم معلومة جديدة، انتوا عارفينها زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنحط شوية من الملح، وكمان شوية من بهارات الفراخ، تيجي من عند اي عطار، بهارات فراخ. وكمان شوية من الفلفل الاسود. وهندعك الكلام ده كله مع بعض. يعني عايزه اقول لكم وقتها الريحة كانت تحفة تحفة، لا زفارة بقى ولا اي حاجة من الكلام ده، تحفة. وبعد كده هناخد البانيه زي ما هو متبل كده، ونحطه في التلاجة. اقل حاجة وانت مستعجلة نص ساعة. والافضل ساعتين وانت طالعه. ممكن تسيبيه ليله كامله، هيبقى احلى واحلى. هنا كنا بنسلق المكرونه في ميه مغليه وملح. بحط تركه هنا مع الاسباجيتي، معلقه خل. مش بتعمل طعم خالص، بس هي بتمنع الاسباجيتي من انه يلزق في بعضه. جربوها. وبعد كده جبنا الحله بتاعتنا، وحطيت فيها 3 معالق تقريبا من السمنه، ومعلقتين من الزيت عشان نعمل الصلصه بتاعتنا. بالنسبة بقى للمكرونة، أنا غالبًا باعملها بتومة بس، وأحيانًا ممكن أعملها ببصلة وتومة. فأنا هنا عندي طفل البصل اللي أنا أخدت مَيّته، أكيد مش هارميه، بنستعمل كل حاجة، ما بنرميش حاجة. فهنا أخدت البصلة اللي بشرتها، وأخدت مَيّتها لتتبيل البانيه، وهاستعملها معايا هنا في الصلصة. هتدّي طعم حلو جدًا، وخصوصًا إن هي مبشورة فمش هتبان. وبعد ما البصلة دبلت كده وطلعت ريحتها، هننزل بالتوم ونقلب لحد ما التوم كده يطلع ريحته مع البصل زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم المتصفي، ونقلب الكلام ده ونخليه يتجانس كده مع بعض. الامر بسيط جدا، واي حد مبتدئ في الطبيخ هيعرف يعمل كل الكلام ده بكل بساطة. طبعا كلكم اساتذة، مش انا اللي بعلمكم، احنا بس بنفيد بعض. وكمان ننزل بمكعب من المرقة، مش اساسي لكنه بيدي طعم حلو قوي واضافة حلوة. وشوية من الملح. وكمان هننزل بشوية من الفلفل الأسود. وكمان شوية من آه، الكزبرة الناشفة الناعمة زي ما انتم شايفين. وكمان ننزل بحبة من السكر عشان نعادل الحموضة بتاعة الطماطم. ونقلب الكلام ده، وبعد كده نسيب بقى الصلصة تتسبك لحد ما هتوصل القوام اللي هنقول عليه كمان شوية. جبنا البانيه بعد ما اتبل، وجبنا كيس زي ما انتم شايفين، ونجيب مدق البفتيك ونعمل على الناحية الناعمة، مش الناحية اللي فيها مدببة. زي ما انتم شايفين الناحية المدببة دي بتاع اللحمة، الناحية الناعمة. ونبطط البانيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنا بنفتت الأنسجة بتاعتنا أكتر، فتستوي معانا أسرع، ويبقى التتبيلة داخلة فيها في العمق يعني. زي ما شايفين القطع معانا اصلا كبرت عن الاول. الطبق ده بقى فيه ايه؟ فيه طماطمايه صغيره جدا متقطعه، وفلفل اصفر متقطعه نص واحده تقريبا، مع موتزاريلا. هتبقى خطيره خطيره حقيقي، مش هتندموا وهتدعولي. جربوها وعلى ضمانتي، تحفه. زي ما انتم شايفين كده عملناها رول وبططناها. هنعمل دلوقتي كمان واحده عشان اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التانية. زي ما انتم شايفين دي قطعه البانيه. هنفتت الأنسجة بتاعتها بالمدق البفتيك كده. أمر بسيط جدا جدا جدا. بعد ما عملناها بالشكل ده، هنجيب شوية من الحشوة ونرول ونبطط بإيدينا
الكمية بقى اللي انتوا حابينها زي ما عملتوا كده بالظبط، وطبعا نشيل الزوايد لان ده كله لو في حاجة زيادة زي كده هتنزل في الزيت. انا هنا خلصت الكمية اللي انا عملتها، وهندخلها الفريزر نص ساعة، نص ساعة وتبدأوا شغل. هنا كانت الصلصة خلاص اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفين القوام وشكلها، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. وهنزل بالمكرونة وخلاص كده تقريبا المكرونة خلصت. هنقلبها، وعشاق الاسباجيتي هيتبسطوا معانا قوي بالوصفة دي. بعد نص ساعة طلعنا البانيه من الفريزر زي ما انتم شايفين، وجبنا بقى مثلث الرعب، بيض ولبن، وعليهم رشة من الفلفل الاسود والملح، وطبق تاني فيه بقسماط، طبق تاني فيه دقيق. اول حاجة بناخد القطع نعفرها بالدقيق، ونطلع من الدقيق على البيض واللبن، وبعد كده على طول على البقسماط زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنبططها كده في البقسماط عشان يمسك عليها كويس. خلصناها على الزيت السخن زي ما انتم شايفين، الامر بسيط جدا على الزيت السخن. وده شكلها وهي في الزيت، رائعة. وهنا بعد ما خلصت، تحفة، جربوها ومش هتندموا على ضمانتي. باي.